تغلق سوق الانتقالات وعاد من جديد إلى نادي النجف. ما زلنا ننتظر. أمس أربيل عادل الزوراء بهدف زاخ وفاز على كربلاء 5-0. الشرطة تغلب على الطلبة 1-0. رجالة خسر من القاسم 0-1. والجمعة القرمة تغلب على الحدود 3-1. الميناء خسر من الكرخ 1-2. تنطلق أحداث شوط المباراة الأول. نادي دهوك على يسار الشاشة بالزي الأصفر والنجف بالزي الأبيض على يمين الشاشة. الكرة تلعب بيتر جورجيس، روبن أكوا، كرة عادت من ماسيس، حارس المرمى محمد صالح، لعب للجوية للكرخ، يلعب كرة طويلة بالرأس، ملعوبة الكرة من زاكري، أقرب إلى علي فائز. علي فائز طبعا عاد اليوم لتشكيلة المنتخب الوطني بعد إصابة حسن رائد، استدعي. وللتذكير يعني علي فائز آخر دولية خاضها أمام كولومبيا العام الماضي، أول دولية كانت إلى أمام شيلي عندما استدعاه كاتاني. طبعا أول دولية لعب وسجل هدفين، 4 أهداف دولية في شباك قطر واليمن وهدفين في شباك الكويت. كرة تنقطع، محاولة لمصلحة نادي النجف. ماكنزي يحاول يمر، قصيرة مقطوعة. ماسيس تنقطع، طويلة من علي، وخروج حاسم من محمد صالح حارس المرمى. لعب للجوية للكرخ وخاض مباراتين الأولى والثانية بكاملها. ارتطام بالزميل مع هارون أحمد. مسعود ميرال هو تركي، أصله تركي ويحمل الجنسية السويسرية. كرة مقطوعة من زاكري. بيتر جورجيس، قصيرة ترتد إلى ماكنزي، تعود إلى مندي، مرت إلى خارج الملعب، لا رمية تماس لمصلحة الدهوك. أحمد ماكنزي لعب لأربيل للزوراء، عنده بطاقة صفراء، وهذا غني شهد 47 عام. كرة مرت إلى الجانب، وسط الملعب تعود روبن، محاولة زاكيري، ماسيس يلعب كرة طويلة إلى الجهة البعيدة الشرق البحري، وطالت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. علاء مهاوي، ركلة حرة احتسبها الحكم. علاء مثل ما ذكرت غادر للكرخ لكن عاد سريعا لنادي النجف. كرة مرت، علي، ماكنزي، سريعة، ماسيس، محمد صالح يبعدها، محاولة، كرة مشتركة، بيتر جورجيس، ماكنزي إلى بيتر جورجيس بالخطأ، تعود إلى بيار أبو بكر. سيابند، بدأوا يجعلون سيابند يلعب ظهير أيسر، ظهير أيمن في كثير من الأحيان، بعد أن يلعبون ب3 مدافعين اللي هم بيار أبو بكر وماسيس وهارون اليوم إلى الخلف. عادت الكرة، بيار أبو بكر، محمد صالح، وسط الملعب روبن أكوا، روبن، بيتر جورجيس، قصيرة مقطوعة، إياي بيليفي، تعود الكرة من حسن داخل، محمد جاسم، سريعة الكرة من مرتضى مرفس، وموسيس يتركها لمحمد صالح. بداية سريعة واضحة من الفريقين، يبدو النجف أكثر وصول للمرمى. 4 دقائق، نلعب بدقيقة 5 من هذه المواجهة الكبيرة ما بين الفريقين. طبعا استدعاء الصربي ميلوتيفيتش
وعمل مساعد معه في نادي الوسط الإماراتي، درب دالكورد، مالمو، إكس سولينا كمساعد. كرة وسط الملعب طالت إلى الجانب، روبن تعود بيتر غورغيس وسط الملعب، حاول يمر بينية حلوة خطرة، هي جول، هي جول 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 جول. الله، فرصة ثمينة 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 ضاعت على نادي دهوك ذو الفقار يونس، وفرصة ثمينة ضاعت على نادي دهوك. كان ممكن أن يصيب المرمى ذو الفقار. شوف كرة على طبق من ذهب، شوف 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 شوف، ما بيها تسلل، ما بيها تسلل، وشوف ويبدو يعني القرار للحكم إذا كانت هناك حالة تسلل. ذو الفقار يونس عبد علي، وفرصة ضاعت مرة أخرى. هجمة لمصلحة دهوك الباحث عن الفوز الأول. بيتر غورغيس، بيتر إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمصلحة غزلان البادية، عشاق وأنصار نادي دهوك في ملعب النجف. ذكر من جديد الأحبة المشاهدين بلقاءات اليوم الكهربائي يتغلب على نوروز 2-1 ونفط ميسان يعادل النفط. عندنا الآن 7 أندية لم تذق طعم الهزيمة، اللي هي الشرطة والزوراء ونفط ميسان اللي تتصدر ب7 نقاط، ثم القوة الجوية وزاخو النفط والكهرباء، بينما 6 أندية لم تذق طعم الفوز، اللي هي كربلاء والنجف ودهوك والحدود وديالى ونوروز. مرة أخرى الكرة ملعوبة، تلعب الكرة وسط الملعب. بيتر غورغيس، موسى بالسلامة إن شاء الله، لاعب يشكو من إصابة. عبد الغني شهد درب النجف، درب نفط الوسط، الشرطة، الطلبة، منتخب الشباب الأولمبي الوطني. المحطة الرابعة إلى مع النجف بعد موسم 99 2003 2008 2010 2013 24. عادت الكرة، محمد صالح، ماسيس، موسيس، بيار أبو بكر، طويلة الكرة. اليوم دفع بيار أبو بكر على جهة الشمال وسيامند على جهة اليمين. كرة مقطوعة، محاولة الشرقي البحري المغربي، قطعت من أمام الكرة مرة أخرى لموسيس، محاولة بالمنتصف الكرة. روبن أكوا، تنقطع من ماندي ويبدو هناك خطأ، والحكم يشير إلى خطأ ضد اللاعب إياي بيليفي اللاعب النيجيري قادم من إيتوميني جوستيفان، لعب للشريف تراسبول، لعب لدينامو زغرب، لرضا سبور، لمانيا سبور، احترف في الدوري التركي أيضا، لاعب نيجيري شارك في المباراة الأولى الكامل وفي المباراة الثانية خرج قبل 5 دقائق. عادت الكرة إلى بيليفي وسط الملعب، حسن داخل، حسن تعود إلى علي، إلى محمد جاسم، محمد علي فائز 48 دولية و4 أهداف، نعم مباراتين كاملتين، استدعاء للمنتخب ينطي حافز يقدم الأفضل. هذا هو علي، سجل من ركلة جزاء في شباك كربلاء في الوقت القاتل. كرة إلى ماكنزي، تعود إلى علام هاوي من الجهة البعيدة، على يحاول يمر،
بينية قصيرة وتنقطع. زاكيري، بيتر جورجيس. بيتر واضح الحذر بأداء الفريقين، لكن شوف بدأ فريق نادي الهوك بالدقائق الأخيرة بدأ يكون أفضل، بدأ ينشط، بدأ يتقدم، وضاعت منه فرصة. ذو الفقار أو اللاعب كرة مقطوعة. مرس بيليفي، خطأ. هذا هو ماندي، دومينيكو ماندي، الموسم الثاني مع الغزلان، 5 أهداف الموسم الماضي في شباك الحدود والكرخ ونوروز ونفط ميسان. عنده بطاقة في مباراة كربلاء. لعب المباراة الأولى فقط 87 دقيقة. علام هاوي، تنقطع الكرة. موسيس، بيار أبو بكر، بالرأس مقطوعة من علي فائز. ترتد مندي، ماكنزي من الجهة القريبة. حسن، ماكنزي، مرة أخرى إلى حسن داخل القادم من النفط. لعب للصناعات، لعب لنفط الوسط أيضا، شارك 70 دقيقة في المباراة الأولى 3 دقائق، وفي الثانية 67 دقيقة. ماندي إلى مرتضى، محاولة تعود من جديد إلى مرتضى. مرتضى مرة إلى علام هاوي، علام من الجهة البعيدة إلى مرتضى مرة أخرى، تعود وسط الملعب الكرة. محمد، علي فائز، حسن داخل، بينية حلوة إلى بيليفي، تنقطع من أمامه، تبعد الكرة من ماسيس، وكرة أبعدت برا الملعب، رمية تماس لمصلحة نادي الهوك. أحمد ماكنزي، 23 عام، وهذا المدرب اللي من أصل تركي. كرة إلى روبن أكوا. موسيس، بيار أبو بكر، بينية ملعوبة، تنقطع من أمام زاكري. محاولة بيليفي، مرتضى يلعب الكرة للجانب الأحمد ماكنزي. حسن، تغيير لعب إلى علام هاوي من الجهة البعيدة. علاء يلعب كرة عالية داخل منطقة الجزاء، طالت هربت برا الملعب إلى ركلة. طالت الكرة على محمد قاسم، وجماهير غزلان البادية يؤازرون، يبحثون عن الفوز الأول، وعن المدرب ومساعدة يعني يعمل معاه جميل مصري للحراس، ناغنو شتوي محلل، واندرياس غارسيا مدرب. هذه بالعادة الفرصة الثمينة اللي ضاعت على محمد قاسم. محمد صالح على التنفيذ، ركلة مرمى، منتصف شوط المباراة الأول، نلعب بدقيقة 24. عشاق وأنصار الهوك يؤازرون فريقهم في ترحالة، فريق الذي يبحث عن الفوز الأول مرة أخرى. طبعا خطأ ضد اللاعب ماسيس جاك هنري، لاعب سبالنبورغ الهولندي، 31 عام، استدعاه كاتنيش في مباراة وحدة أمام تايلاند عام 2023. مرة أخرى الكرة وسط الملعب. علاء، يا سلام يا علاء، حلوة الحركة. محمد قاسم يلعبها، دينيس أنتوي، تعود مرة أخرى لحسن داخل، حسن يلعبها إلى الجانب إلى ماكنزي. ماكنزي ممكن يحول، تحويلة كرة عالية، خطرة، مرت إلمن، تعود من جديد. مندي يلعبها إلى ماكنزي، حلوة، ماكنزي حاول، وبرافو، مقطوعة من سيامند عقيد إلى ركني.
سيامان دعقيد اللي بدينا نشوفه كظهير أيمن في الفترة الأخيرة لعب 45 دقيقة فقط في شوط واحد في المباراة الأولى وغاب عن المباراة الثانية. ركنية لمصلحة النجف. نشوف هجمة هنا وهجمة هنا. علي فائز على التنفيذ. أول مرة أشوف قلب دفاعي يجي يلعب ركنية، قلب الدفاع يعتمدون عليه بالرأسيات. عموما هذا تكتيك المدرب. علي فائز يلعب الركنية وخطرة وتبعد من دفاعات نادي الهول. عادت الكرة إلى حارس المرمى علي كاظم قيطان قادم من نفط الوسط، سريعة بالرأس مقطوعة، هناك خطأ، لا الحكم يقول العب. مندي تنقطع. روبن أكوا، بيتا، ماسيس، سياماند. أداء سريع من الفريقين، أداء سريع رائع من الفريقين. بالمنتصف سياماند، روبن أكوا اللي عائد اليوم كارتكاز بغياب زانعل. محاولة ذو الفقار حاول يمر ذو الفقار من الجهة البعيدة، يلعب كرة بينية مقطوعة الكرة من اللاعب محمد جاسم، تعود مرة أخرى إلى مندي بمنتصف الملعب، تذهب إلى علام هاوي. علام من الجهة البعيدة يحاول يمر الآن علاء يمر تأخر وتلكأ ومقطوعة الكرة. كان بإمكانه أن يحول. الكرة عادت إلى ماسيس، تذهب إلى موسيس. بيار أبو بكر. عادت الكرة إلى هارون وسط الملعب. طالت الكرة إلى زاكيري إلى سياماند عقيد. مرة أخرى إلى بيتر غورغيس. زاكيري لاعب خطير، سجل الموسم الماضي 6 أهداف. عادت مرة أخرى إلى حسن داخل. دينيس أنتوي 5 أهداف الموسم الماضي، قادم من الطلبة، لعب للصفا، لعب للنفط أيضا موسم 22-23، ولعب للتعاون السعودي. كرة من اللاعب محمد جاسم إلى علي فائز. حسن داخل. ماكنزي، أحمد ماكنزي، مقطوعة الكرة. ماسس وعرقلة وخطأ ضد مرتضى علي مرس. وأول بطاقة صفراء في ملعب المباراة عند بطاقة مرتضى مع كربلاء، وهذه البطاقة الثانية لهذا الموسم. قادم من الكهرباء، لعب طلبة أيضا، غاب عن المباراة الثانية ولعب 75 دقيقة في المباراة الأولى. البطاقة الثانية لهذا اللاعب. وبالمناسبة يعني نجف في مباراتين عنده 4 بطاقات صفراء. خطأ من جديد لمصلحة الهوك. عرقلة من حسن داخل لزاكيري. ركلة حرة لمصلحة نادي الهوك من منتصف الملعب. توجيهات من عبد الغني شهد، يساعده حيدر نجم، عدي عمران، هادي جابر في حراس في تدريب الحراس. إذن أول بطاقة صفراء لمرتضى علي مرس. بيتر غورغيس لاعب جنسيته سويدية، قادم من مالمو السويدي، أعير إلى أوربيرو وديجربورس وبرايتون الإنجليزي. مثل هذا اللاعب ومثل المنتخب السويدي تحت 17 ومنتخب الشباب. كرة عادت وسط الملعب. روبن أكوا بالخطأ. دينيس وخروج حاسم خطأ قاتل من موسيس، وخروج حاسم من محمد صالح. أنقذ مرمى هوك من كرة خطيرة. كرة عادت إلى علاء مرس.
علي فائز، علي يلعب الكرة وسط الملعب، محمد جاسم، حلام هاوي. مثل ما ذكرت علاء وقع مع نادي الكرخ، لكن قبل غلق السوق الانتقالات عاد مرة أخرى إلى نادي النجف. أحمد مكنزي، مندي قصيرة تنقطع من ماسيس، تذهب الكرة إلى محمد قاسم، مكنزي من جديد، بينية إلى محمد، عرضية ملعوبة وإلى محمد صالح حارس المرمى. 20 دقيقة الآن، 20 دقيقة من عمر المباراة، والتعادل ما زال قائم ما بين الفريقين في مباراة سريعة جميلة. عشرين دقيقة، الكرة مرت مرة أخرى، محمد، مندي، تعود إلى حسن داخل، مندي مرة أخرى، محمد قاسم، مكنزي، نقل كرات جميل سريع بأقدام لاعبي نادي النجف في محاولات لإرباك دفاعات وخلق ثغرات بدفاعات نادي دهوك، وكرة إلى رمية تماس قريبة من علم الزاوية لمصلحة نادي النجف. هذا هو بيتر غورغيس. أحمد مكنزي، دينيس، بيليفي يتعرض إلى عرقلة، اللاعب إياي بيليفي إيتمويني، خطأ لمصلحة نادي النجف من مكان خطير، أخطر من الزاوية. محمد قاسم، علي فائز قريب منه، ترقب وحذر من المدرب مسعود ميرال. ركلة حرة لمصلحة نادي النجف من مكان خطير، علي فائز على التنفيذ، عالية من علي بعيدة برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. فريق النجف الموسم الماضي حل بالمركز الرابع لولا تغيير عدد كبير من اللاعبين بقدوم المدرب عبد الغني شاهد في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كان بالمركز 12 ب 26 نقطة، لكن بالمرحلة الثانية حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراتين فقط، وحظي بالمركز الثالث، وبالتالي رفع الفريق إلى المركز الرابع في الترتيب النهائي. سجل في 28 مباراة، شباكه بقت نظيفة في 18 مباراة. قادوا مدربين الموسم الماضي، حمزة الجمل المصري ثم عبد الغني شاهد في المرحلة الثانية. منتصف شوط المباراة الأول الآن، دخلنا الدقيقة 24 من عمر المباراة. لمسة يد على محمد قاسم، ركلة حرة، هذا بيار أبو بكر اللي دفع اليوم المدرب كظهير أيسر بغياب محمد سعيد على الدكة. وسط الملعب بيليفي، حسن، برا الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي النجف. أحمد مكنزي، دينيس أنتوي، خطأ لمصلحة نادي النجف. ركلة حرة الآن لمصلحة نادي النجف. شوف يعني فريقين متساويين يعني بالكفة بالإمكانية، لذلك من سيغلب من هذا يعود إلى تكتيك
المدرب وقدرة اللاعبين في الميدان واستغلال الفرص. أحمد مكنزي عالية بالرأس تنقطع، ومحمد صالح أقرب للكرة يتمكن منها بكل هدوء. بيار أبو بكر، بالمناسبة بيار أبو بكر استدعى المدرب رابشنيش مباراة واحدة أمام أوزبكستان وسجل هدف في شباك أوزبكستان في المباراة الوحيدة اللي لعبها دوليا عام 2016. كرة عادت، موسيس، هارون، روبن أكوا، بيتر، من جديد خطأ لمصلحة نادي دهوك، خطأ لمصلحة نادي دهوك وسط الملعب. كان قريب من اللاعب بيليفي. محاولة زاكيري، ثالث موسم مع نادي دهوك. موسيس، روبن أكوا، موسيس، ماسيس، بيتر غورغيس، موسيس، بيار أبو بكر من الجهة البعيدة، روبن أكوا، بيار، روبن، قصيرة للمرة الثانية يخطئون، واللاعب دينيس أمتوي تعثر والكرة مقطوعة لم يستغلها بشكل سليم. تعود الكرة إلى زاكيري يلعبها بينية إلى ذو الفقار أو للاعب الشرقي البحري، وكرة مقطوعة تذهب الكرة إلى علام هاوي. علاء بكل هدوء إلى حسن داخل، تذهب إلى مرتضى مرس، إلى محمد جاسم، علي فائز، علي وهذه عرقلة واضحة وركلة حرة لفريق النصر. حاول اليوم علي بعد أن تم استدعاء أن يقدم كل ما يمتلك في هذا يثبت أحقيته في ارتداء فانيلة منتخب. شرف لكل لاعب يرتدي فانيلة منتخب. بعد اليوم راح يتوقف الدوري حتى يوم 24 في فترة التوقف الدولي. قلوبنا مع أسود الرافدين في مواجهتين مثلتين أمام فلسطين وكوريا الجنوبية في الجولة الثالثة من التصفية. محمد، بيار، روبن، موسيس، محمد صالح. بدأ الآن يكون فتور بأداء الفريق، بدأ الأداء ينحصر وسط الملعب، بدينا ما نشوف هجمات خطيرة يعني باستثناء كرتين أخطأ فيها لاعبو دهوك ولم يستغلها أنتو. عادل، ماسيس، زاكيري، قصيرة مقطوعة برا الملعب من مرتضى مرس إلى رمية جانبية لنادي دهوك. أتوقع أن تكون هذه المباراة واحدة من قمم مباريات الجولة الثالثة بدوري نجوم العراق. من جديد كرة ملعوبة، ترتد الكرة، محاولة مرة أخرى تنقطع. موسيس أقرب للكرة، بينية وكرة تنقطع وهجمة عكسية خطيرة وتبعد من علاء. تعود مرة أخرى إلى بيتر غورغيس وسط الملعب، وهذه عرقلة واضحة من الخلف وبطاقة صفراء للاعب بيليفي. بطاقة صفراء للاعب بيليفي، وهذه أول بطاقة لهذا اللاعب في هذا الموسم، الثانية في المباراة. ركلة حرة من منتصف الملعب لمصلحة نادي دهوك. كل الأخطاء في وسط الملعب على نادي دهوك، خاصة في الهجمات العكسية. فريق نادي دهوك عاشق رقم 6
في المرحلة الأولى سادس، وفي المرحلة الثانية سادس، وبالمرحلة النهائية سادس. 38 مباراة، 14 فوز، 16 تعادل، 8 هزائم، ب 58 نقطة حل بالمركز السادس. في المرحلة الأولى ب 29 نقطة حل بالمركز السادس. في المرحلة الثانية ب 29 نقطة بالمركز السادس، ولم يخسر إلا مباراتين أمام الشرطة والنجف بهدف واحد. خاض البلاي أوف أمام الزوراء، فاز 3-0 على الزوراء ولعدم حضوره، وتغلب على النجف في البلاي أوف 1-0 بهدف الفقار يونس عبد علي، سجله بالدقيقة 17 من عمر. ركلة حرة من منتصف الملعب لمصلحة نادي دهوك، وإياي بليفي والبطاقة الصفراء الثانية في ملعب المباراة، عالية وطويلة بالرأس مقطوعة، كرة خطيرة، موسيس يلعبها ومرة أخرى تبعد بالرأس، تعود الكرة إلى مندي. مندي يحاول، تنقطع من أمامه، تذهب إلى بيار أبو بكر، بيار أبو بكر يحاول، تعود الكرة إلى زاكيري، زاكيري هي الكرة، يغير اللعب لجهة قريبة إلى سيامند عقيد، سيامند عقيد يحاول الآن، سيامند يعيد الكرة ملعوبة مرة أخرى، تعود الكرة إلى ماسيس، ماسيس مرة أخرى، بيتر غورغيس إلى ماسيس، تعود إلى سيامند عقيد، سيامند إلى بيتر غورغيس، بيتر يحاول يمر بيتر تأخر بيتر، وبالتالي عرضية عالية خطيرة، يا جول 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 جول. الشرقي البحري اللاعب المغربي يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 32 من عمر المباراة. الشرقي البحري يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 32 من عمر المباراة بكرة وبجملة تكتيكية، بعد أن هيأ بيتر غورغيس كرة على طبق من ذهب إلى رأسية اللاعب المغربي، اللاعب الشرقي البحري القادم من الوداد البيضاوي. لعب في المباراة الأولى 31 دقيقة، ولعب شوط كامل في المباراة الثانية 76 دقيقة في مباراتين، واليوم يدخل أساسي برأسية جميلة تمر على يمين الحارس علي كاظم، ويسجل من خلالها أول أهداف المباراة. 1 دهوك لا شيء النجف، 1 دهوك لا شيء النجف، برأسية جميلة للشرقي البحري. وهذا الهدف يحمل الرقم 9 أو 58 في دورينا لحد الآن، 57 هدف بهذا الهدف 58. عندنا 28 مباراة، 18 فوز، 10 تعادل، 5 سلبي 5 إيجابي، و10 ركلات جزاء، سجلت 7 وأخطئ في 3. يتأكد حكم اللقاء من صحة الهدف، وتشيكينج جول، ننتظر. آخر مواجهة جمعت الفريقين في البلاي أوف 1-0 ذو الفقار الموسم الماضي، 1-0 لدهوك ذهابا عثمان ساياني، و1-0 للنجف من ركلة جزاء لمحمد داود. هذا بيتر غورغيس اللي حول، وننتظر الآن تأكيد صحة الهدف. الحكم راح يذهب للفار، هل هناك لمسة يد، هل هناك خطأ، هل هناك اتكاء على المنافس؟ راح نشوف يشيك الحكم ويتأكد من صحة الهدف. خلينا نشوف. هذه الكرة سيامند عقيد، هل كان هناك مس؟ نشوف قرار الحكم، هل كان هناك مس على سيامند عقيد؟ بعد أن هيأ الكرة إلى بيتر غورغيس، وبيتر حول الكرة عرضية. شوف قرار الحكم. الحكم متأكد. طبعا عندنا حكمنا الدولي مهند قاسم، عائد من مهمة آسيوية، يساعد واثق مدلل.
نشوف قرار الحكم. ماكو جول، ألغي الهدف وركلة حرة. ألغي الهدف وركلة حرة. ألغي الهدف وركلة حرة. ألغي الهدف وركلة حرة. وخالد مشير بطاقة صفراء. هناك أيضا المدير جاسم محمد حاجي. هل فعلا مست ايد سيامن؟ احتجاجات ما لها مبرر. قرار الحكم جاسم. خالد مشير. انذار. طبعا اثنين من لاعبي قدامى فريق دهوك، مدير الفريق جاسم محمد حاجي ومشرف خالد مشير. يبدو طرده، يبدو نال بطاقة حمراء. كرة ملعوبة من جديد. محمد جاسم طويلة الكرة. دينيس أنتوي برا الملعب، لا رمية تماس لمصلحة دهوك. بيار أبو بكر يشكو من إصابة بالسلامة إن شاء الله. كل اعتراض على قرار حكم لا يجزي نفسه. الحكم ما ممكن يتراجع عن قراره. قبل صعبة يتراجع عن قراره، لكن الآن ممكن يتراجع عن قراره إذا رجع لغرفة الفار. ونبهوه على حالة قد مرت عليه وعلى المساعد. هذه حالة وقريب من المساعد. المساعد أقرب لأن يشير للحكم إذا كان هناك حكم مس باليد. بيار أبو بكر نهض. نتمنى تمر المباراة بسلام ما بين الفريقين. هدف ملغي بداعي الخطأ. عشاق وأنصار غزلان البادية يؤازرون وللفوز ينتظرون. مرت الكرة بالرايس على مرتضى، تبعد من روبن أكوا. علي فائز. ماكنزي طويلة الكرة لا على التعيين بالرأس، تبعد. محاولة محمد قاسم. هارون. عرضية ملعوبة لسيامن عقيد. سيامن تمر إلى ماسيس. ماسيس. بيتر غورغيس. ماسيس يلعب الكرة. علي فائز بالرأس، تبعد. ضاغط عليه الشرقي البحري. كرة قصيرة. ماكنزي يبعدها. ماسيس. روبن أكوا ترتد الكرة ملعوبة من مندي. بيليفي. دينيس ومحمد قاسم طالت، هربت إلى محمد صالح. 38 دقيقة من عمر شوط المباراة الأول، لم يتبقى إلى 7 دقائق على الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول، والتعادل يخيم على أجواء هذه المباراة. هدف ملغي بداعي الخطأ، لمسة يد على سيامند عقيد. كرة مرت وتسديدة من بعيد سهلة إلى علي كاظم. علي لمحمد جاسم. مرتضى. علي فائز. أحمد ماكنزي. كرة من سيامند مقطوعة، بينية ملعوبة ويبعدها بيار أبو بكر إلى رمية تماس لمصلحة نادي النجف. سريعة. بليفي. عرضية عالية تبعد بالرأس. حاول بن حسن داخل.
مرتضى على مهاوي من الجهة البعيدة، علاء يلعبها بينية لمحمد، محمد يحاول، أو هذا مندي، تنقطع من أمام مندي، تنقطع إلى خطأ، ركلة حرة لمصلحة نادي النجف. واحد من اللاعبين المحترفين المميزين في تشكيلة نادي النجف، لاعب السنغالي قادم من الملعب التونسي. عرقلة واضحة من روبن اكوا، اللاعب الغاني القادم من الصناعة. ركلة حرة الآن مندي على التنفيذ. دومينيكو ماندي، ترقب وحذر من محمد صالح. 5 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. ماندي على التنفيذ، عالية من ماندي، 6 مقابل 6 الأخطاء، وكرة إلى محمد صالح حارس المرمى. كرة مشتركة مع موسيس لوغاس البرازيلي القادم من مانوس. طويلة الكرة، علي فايز المنتصف، حلوة، جول جول. يبدو حالة تسلل واضح، حالة تسلل، لا تسلل واضح. هم هذا بالتعديل الجديد من وجد يعني غرفة البار قال لا انت اتركه لا تأشر، خليه يروح نشوف النهاية وين، قد يكون مو تسلل بالفار يبين، لكن شوف خلوه يروح لكن بعدين الراية مرفوعة وتسلل واضح وصريح لفريق نادي تهوك. يعني هذا التعديل الجديد والتوصيات من غرفة البار انه خلي اللاعب يروح، ممكن يسجل وبعدين انت تأشر تسلل ويطلع بالفار مو تسلل. هذه الصورة جميلة لمحافظتنا الجميلة المقدسة النجف. اللهم اجعل الأمان والسلام في جميع محافظات العراق. لقطة جميلة لعدسات مصوري شركة أشتار المميزة بنقلها الدائم لمباريات دورية. إذن هدف ملغي بداعي التسلل. كرة لموسيس، بيار الشرقي، وكرة إلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة نادي النجف. ماكنزي على التنفيذ، علي، دقيقتان أو أقل على الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. محمد جاسم على مهاوي من الجهة البعيدة، تعود إلى محمد جاسم، علي كاظم، مرتضى، محمد، علي إلى علي فايز، ماكنزي، بيليفي، تنقطع من أمام الكرة، بيتر غورغيس، وخطأ لمصلحة نادي تهوك. بيتر اللي يؤدي مباراة جيدة، واحد من الاستخدامات المميزة لنادي تهوك، أكثر من فريق استدعى اللاعبين واستقطب لاعبين من أصول عراقية موجودة خارج العراق. ركلة حرة لمصلحة نادي دهوك، بالسلامة لبيتر غورغيس، شارك في مباراتين كاملة، 24 عام، قادم من مالمو السويدي، أعير إلى أوربيرو وديجر فورس ومثل برايتون الإنجليزي. لقطات جميلة لمحافظتنا الجميلة النجف الأشرف.
وملعب النجف، ملاعب يعني جميلة كبيرة في مختلف محافظات العراق. لاعبنا تزهو بقدراته بإمكانيته وبجمهورها المثالي أينما حط ورح. بإيده علي يلعب الكرة إلى ماكنزي. 45 دقيقة انتهت، ممكن نشوف 3 دقائق أو 4. كرة بينية ملعوبة مقطوعة من زاكيري إلى رمية تماس. نلعب بالوقت المحتسب بدل من ضايع. 4 دقائق مثل ما توقعت. أحمد ماكنزي مقطوعة الكرة. سيامند، ماكنزي، بيتر، حلوة سريعة، وعلام هاوي يعيدها إلى علي كاظم. علي يلعب إلى جاسم محمد. علاء إلى علي فائز. علي يمر. أحمد ماكنزي مرة أخرى لعلي فائز، وركلة حرة لمصلحة نادي النجف. بطاقة صفراء لزاكيري. بطاقة صفراء لزاكيري كانت عنده أول بطاقة لهذا اللاعب أيضا هذا الموسم، بطاقة الصفراء الثالثة. ورابع بطاقة لاعبي نادي الدهوك هذا الموسم، 3 بطاقات في المباراة الأولى أمام الزوراء. أمام أربيل لم ينال أي لاعب بطاقة صفراء، واليوم أول بطاقة صفراء للاعب دهوك زاكيري. كرة مرت إلى خارج ملعب إلى رمية تماس لمصلحة دهوك. زاكيري، بيتر غورغيس إلى رمية تماس، لعبها بذكاء. رمية تماس لدهوك. دقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. سيابندي يلعبها. موسيس، خطأ لمصلحة نادي دهوك. خطأ ضد اللاعب دينيس أنتوي. بيار أبو بكر أمامنا بالصورة، لعب للنفط من 17 إلى 23، ومثل دهوك من 13 إلى 17. 34 عام، أكبر لاعب في تشكيلة الفريق. نهض الآن بيار أبو بكر، ركلة حرة لمصلحة نادي دهوك. آخر اللحظات من عمر شوط المباراة الأول، والوقت المحتسب بدل من ضايع. بينية إلى زاكيري، عرضية خطرة، الله، ضاعت على الشرقي البحر. فرصة ثمينة ضاعت بالوقت القاتل من شوط المباراة الأول. نشوفه بالإعادة. حولت إلى زاكيري، لم يكن بوضع تسلل. عموما مرت الكرة إلى ركلة مرمى، وصافرة الحكم الدولي زيد ثامر تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول في اللقاء الذي يجمع دهوك بمضيف النجف بالتعادل السلبي، هدفين ملغيين، 1 لدهوك بداعي الخطأ و1 للنجف بداعي الخطأ. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني.
مع حسين علي، حاول يمر حسين، عالية خطيرة، جول ميمي 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 للقيثارة بالدقيقة 13 من عمر المباراة. الله، الشرطة وميمي في شباك البرتقال، في شباك دياله. مهند علي بهدف أول بشباك دياله. الشرطة أفضل، أخطر، يستحق الهدف. لكن شوف الله، شوف حسين علي، مرور ممتاز، رأسية على يسار علي جاسم. هدف جميل للقيثارة، للشرطة، ويفتتح التسجيل. تكلم صادق حنون، كهرباء ودياله، يحيى عالية داخل منطقة الجزاء. الله الله الله، ميمي 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 للقيثارة، ميمي للشرطة. ثاني بمرمى دياله، ميمي للشرطة، ميمي للشرطة. يعود ميمي والعود أحمد. مهند علي بثقة وبرهاوة وبفكر وبتأني. ميمي والهدف الثاني. لاحظ يحيى تلعب، المواس حضرها. شوف ميمي، شوف الله الله الله. ثاني للشرطة، ثاني للقيثارة عن طريق مهند علي. مهند علي بهدف ثاني. المامورية صارت صعبة على دياب. بالكرة أعطى الأدفانتج، حلوة لأحمد يحيى، أحمد يمر والشرطة. الله، ثالث لميمي، ثالث للقيثارة، هاتريك لميمي. أول لاعب في دورينا يسجل هاتريك. اي نعم، ثلاثة هاتريك لمهند علي ميمي. لكن شوف العمل الجميل من أحمد يحيى. ميمي 10/10 في الشوط الأول، هاتريك لميمي، هاتريك لميمي. صادق حنون صعب هنا، قال نحن نقابل منتخب وطن. لكن شوف يحيى، الله 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 على الجملة التكتيكية الجميلة والرأسية. صعبة على علي جاسم، اي والله صعبة على علي جاسم. 3 للقيثارة، لا شيء دياله، رأسية جميلة مع حسين علي. شرطة، قيثارة، رابع للعقيد. العقيد بهدف جديد للقيثارة، للشرطة. محمود البواس. صارت 4-0 للقيثارة، لبطل الدوري للموسم الماضي، لبطل الدوري ل3 مرات متتالية. محمود البواس بهدف الرابع طبعا للشرطة، وبهدف الشخصي الأول في هذا الموسم. حسين علي سجل، لوكاس سجل في مباراة القرمة. الآن الهاتريك لميمي، والرابع الجميل للعقيد محمود المواس برابع الأهداف. فرح الناس وفرح جماهير الشرطة. العقيد محمود المواس، موسم رابع للمواس. وكرة لأحمد، لوكاس قريب، غير راية، داود مواس. 5
يضرب بالخمسة البواس العقيد السوري للقيثارة بالخمسة. اي نعم بالخمسة للشرطة على حساب ديال. لكن اكبر فوز للشرطة كان بالستة، لكن 6-2 5-0 يعني في الحسابات كبيرة. لكن شوف عودة موفقة لفرحان بالمرة الأولى والمتابعة والتمريرة السحرية. هاك روح دور حضر بالصدر العقيد بهدف جديد للقيثارة. 5-0 كبيرة وصعبة على ديال. القيثارة بالخمسة وبالصدارة مؤقتا. لحظة واحد من الأهداف قالت المرور بكرة صعبة. مر يحيى وداود محمد داود بالستة 6-6 نظر محمد داود. 6-0 لغاية الآن بأكبر نتيجة بلقاءات الفريقين على ديال. القيثارة البطل بسداسية. داود بالهدف السادس لمحمد داود، الهدف الأول في هذا الموسم. بداية قوية ب6-0. توفيق طبعا للشرطة مع الهلال، حط بقوة باليسار وفي مرمى دياله قاسية جدا. 6-0 طبعا في موسم ملغى 2002-2003 اعتقد 7-1 كان، لكن الموسم بالنسبة لنادي القرمة 1-2 جميلة هناك من جهة اليسار، وتمرير الستار ياسين داخل والكرة العرضية جول عن طريق اللاعب جابرييل رامسيس، يسجل أول أهداف اللقاء. لا يا سيد المخرج، أعد لنا الهجمة منذ البداية. شاهد التمريرة تقريبا على خط واحد، لكن أيضا هناك عودة للفار وعرضية ستار ياسين إلى رامسيس الذي يلعب الكرة بالزاوية الصعبة لمحمد حميد ليعلن عن أول أهداف اللقاء لمصلحة نادي النفط، لمصلحة القمصان الخضر. القرمة وجماهيرها لم تتوقع هذا السيناريو. 4-2 لعب الستار ياسين إلى أحمد خالد. أحمد خالد صوب. جول. أي هجمة مرتدة، أي هجمة معاكسة، أي فوست بريك لنادي النفط. هجمة تدرس من ضمن الهجمات المرتدة، الهجمات المعاكسة. أحمد خالد يتوج مجهوده بهدف ثاني بعد هجوم مرتد جميل جدا من نادي النفط بعدما كانت ركنية لمصلحة نادي القرمة. هجوم مرتد سريع جدا في الأخير. أحمد خالد صوب بيسراه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65. أحمد خالد مدافع اليسار، شوط حيدر ستار ياسين. ستار ياسين يخدم الجميع بعدما صنع الهدف الأول، الآن يصنع الهدف الثاني. 2 أسيست لمصلحة ستار ياسين و2 جولز لمصلحة النفط. النفط الآن يتقدم بثنائية في مرمى القرمة. القرماوي يعاني عيش الصقور بانتظار وصولهم الأسبوع القادم والكرة إلى خارج الملعب، ونشوف قرار الحكم. هل منح ركلة جزاء ثانية؟ قدم إبراهيم، ويسجل الهدف الأول. جول بالدقيقة 13 لمصلحة نادي الزوراء. إبراهيم غازي يسجل أول أهداف في المباراة وأول أهداف هذا الموسم، وهدف التقدم من ركلة جزاء يسجل منها إبراهيم غازي هدف التقدم
الأول للزوراء. 1 الزوراء لا شيء الكرخ من ركلة جزاء ثانية من أحد الحكم، وأكثر من يعني تقريبا 5 بطاقات صفراء أشهرها الحكم في أقل من دقيقتين نتيجة الاعتراضات المتتالية من لاعبي نادي الكرخ. حكم يعني صاحب قناعة أنه الخطأ وارد. كرة عادت إلى حمزة يلعبها خطرة، جول! وقاع يسجل هدف التعادل بالدقيقة 23 من عمر المباراة. جملة تكتيكية جميلة، وكرة على طبق من ذهب من حمزة عدنان يستقبلها برأسية جميلة وقاع رمضان، ويدرك التعادل لمصلحة نادي الكرخ. 1-1. كرة جميلة ووقاع رمضان يحيي الجماهير، وكرة جميلة حلوة رائعة من حمزة عدنان، شوفها على طبق من ذهب بالمليمتر وبرأسية جميلة يضعها داخل الشباك ويحرز أول الأهداف لفريق نادي الكرخ في لقاء اليوم، والتعادل بهدف 1 لكلا الفريقين. تقدم الكرخ بعد أن تقدم الزوراء بعد أن أهدر ركلة جزاء بدقيقة 3 حسن عبد الكريم عن طريق إبراهيم غازي من ركلة جزاء بدقيقة 13، ويعادل وقاع رمضان بالدقيقة 23 من عمر المباراة. 1-1 هي نتيجة الذهاب الموسم الماضي. يحول تحويله، كرة خطيرة، إبراهيم غازي، جول 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 جول، رأسية من إبراهيم غازي، ورابع لاعب يسجل هدفين هذا الموسم. إبراهيم غازي يسجل الهدف الثاني بالدقيقة القاتلة بالدقيقة 90 من عمر المباراة بكرة ملعوبة من أسيست رائع من حسن عبد الكريم، وإبراهيم غازي برأسية جميلة يسجل هدف الشخص الثاني، ورابع لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بعد شركو كريم وبعد مهند علي وبعد محمود المواس. إبراهيم غازي يسجل هدفين في مباراة واحدة، وبالدقيقة 90 يتقدم الزوراء على الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد. نلعب بالدقيقة 90 ويبقى التقدم للزوراء 2-1. كرة رأسية جميلة من بين المدافعين بوقت قاتل، شوفوا الارتقاء وارتطمت بكريس. احنا عندنا هدف واحد بالنيران صديقه. واجه زملائه الموسم الماضي. عملية الهجوم الآن نوروز يحاول على مرمى فريق زاخو في هذه المباراة. أبناء الخابور ونوروز في صراع كبير من أجل 3 نقاط. من سيحقق الانتصار في هذا اللقاء؟ سيفان ممكن الآن، سيفان وهدف أول، جول! أحمد محمود يسجل لنوروز. كانت البداية من سيفان عمر والحارس يتألق علي كاظم، لكن سيفان عمر يكملها في المرمى ليعلن فريق نوروز افتتاح التسجيل في هذه المباراة. إذا نوروز يفاجئ زاخو بهدف أول، وأحمد محمود يسجل الآن لمصلحة نوروز ويجعل الفرحة في دكة بدلاء نوروز. وللمدرب جورفان فييرا صاحب 71 سنة، المدرب الخبير اللي يحضر من جديد إلى العراق لكن عبر الأندية العراقية وبالتحديد عن طريق فريق نادي نوروز من خلال هذا الموسم. لذلك فريق نوروز في أول محاولة على مرمى زاخو يسجل أول أهداف المباراة. لاحظ سيفان عمر الحارس يتألق في مرة أولى، لكن الثانية من أحمد محمود يسكنها في الشباك ليعلن فريق نادي نوروز أول أهداف المباراة في هذا اللقاء في هذا الديربي. الآن بدأت المتعة، بدأت الإثارة، بدأت اللحظات اللي ينتظرها الجمهور. تردد في الخروج وكاد أن يتسبب بهدف، وهذه المرة أيضا يتردد في الخروج ويرتكب خطأ أمام المدافع المتقدم للأمام باتريك مارسيلينو اللي حاول أن يضعها في المرمى من فوق الحارس عماد عيسى، والخطأ على حارس المرمى عماد عيسى. هنا أمجد عطوان يتقدم للتسجيل، يعدل أمجد عطوان لزاخو، هدف تعادل لأبناء الخابور. أمجد عطوان يسجل هدف التعادل ويطلق العنان. أمجد عطوان
يطلق العنان أمجد عطوان على مدرجات ملعب زاخو بهدف تعادل في هذه اللحظات. يشتعل الديربي، لكن في اللحظات الأخيرة الديربي الشمالي يشتعل في اللحظات الأخيرة بهدف من ركلة جزاء يسجل عن طريق اللاعب أمجد عطوان. خطي الدفاع للتغطية، لاعب الارتكاز، بينما الكرة جونيور يبعدها من أمام حميد الطائي. كرة الطويلة، ضغط من عباس ياس ومضغوط على جونيور في الكرة. جونيور يخطئ والمرمى فاضي. الكرة الأولى، الله! الماتادور لولو بالا كورنادو يستغل ويضرب ويسجل الهدف الأول للسفارة. ماذا فعلت يا عبادي؟ كيف تركت مرماك؟ بأي طريق غادرت المرمى؟ كورنادو يعطي إنذار. السفينة قد أصلحت، السفينة قد عادت لترسي، لذلك عليكم الحذر. الآن السفينة أصلحت والرحلة ابتدأت، وبعد أن ظن الجميع القلعة قد هدمت، هي القلعة تعود، هي كرة الإسباني كورنادو في المرمى. الهدف الأول، الكرة الأولى. حرف الولد اللعيب يسجل كورنادو. قيمة المحترف الحقيقية تظهر في هذه اللقطة، والتسديدة من خارج المنطقة في مرمى علي، والكرة في مرمى القوة الجوية. الخطر قد أحدق بالسطور، والعنوان الأبرز بأن القلعة عادت لتظهر مرة أخرى. أيضا قدم جيل شاب، رفد الفريق بالأسماء الشابة في الموسم الماضي، وأنقذ الفريق محمد قاسم نصيف. سعد يطلب من حكم المباراة أن يعود إلى غرفة الفيديو، والآن اعتراض ويبدو أن هنالك عودة، وربما الحكم سيعود إلى الفار، أو ربما يعطي استمرارية اللعب، والفار يستدعي حكم المباراة زيد ثامر يذهب إلى شاشة الفيديو. بدأت الحالة من الركلات. شوط المباراة الأول، علي كاظم برقم 12 في حراسة مرمى النجف، على اليمين علام هاوي 17، على الشمال أحمد مكنزي 3، علي فائز 4، محمد جاسم 14، دومينيكو مندي 8، مرتضى علي مرس 55، حسن داخل 24، محمد قاسم 10، إياي بيليفي 88، دينيس أنتوي 33. أما تشكيلة فريق نادي إدهوك على يمين الشاشة بالزي الأصفر، محمد صالح بحراسة المرمى برقم 95، بيار أبو بكر على اليسار القائد 27، موسس 52، ماسيس 3، وهارون أحمد 10، سيامند عقيد 89، روبن أكوا 45، بيتر جورجيس 7، الشرقي البحري 77، بالفقار يونس 18، وزاكري بالرقم 8. تنطلق أحداث شوط المباراة الثاني. أذكر النجف على يسار الشاشة ودهوك على يمين الشاشة. هناك على الطرف الآخر القوة الجوية يتأخر من نفط البصرة بهدف واحد. شوط أول لاحظنا في هذا الشوط يعني مختصر لأداء الفريقين، دهوك يلعب بطريقة 3-5-2 والنجف كان يلعب بطريقة 4-3-3، وشفنا النجف في الجانب الدفاعي كان غير جيد. السبب انه اللاعبين اللي في الثلث الهجومي والوسط ما كانوا يدافعون مع الخط الدفاعي ككتله واحده. ركنيه ملعوبه، ترتد الكره وتشتت على الطرف الاخر. يعني هوك شفناه انه ما كان يستطيع اللعب في ملعب المنافس، والسبب ماكو عندهم لاعب محطه او لاعب يحتفظ بالكره حتى يستطيعون ان يلعبون بملعب المنافس. عموما نتمنى واياكم ان نشاهد شوط افضل مما كان عليه شوط المباراه الاول. حوار ما بين غني وبين مسعود ميرال، وشوط المباراه الثاني يسمى بشوط المدربين. كل مدرب يقدر حالات، يقدر الاخطاء، وكره طالت اقرب الى المدافع بيار ابو بكر. هذا موسيس يلعب الكرة طويلة، حاول مرة أخرى ذو الفقار. شوف نادي توك شاهدناه بالشوط الأول اعتمد على التحويلات من الجانب وبالأخص من جهة ذو الفقار
يونس اعتمدوا يعني اعتمادهم على التسجيل على الثنائي الشرق البحري وزاكيري. أكثر لحظات الشوط الأول شاهدنا دهوك يلعب بطريقة الدفاع المتوسط. مرة أخرى ملعوب، تعود من جديد، أوبن أقوى يلعبها سيامن بالمنتصف، هارون، بيار أبو بكر، بيار تنقطع الكرة، مرتضى علي مرس القادم من الكهرباء صاحب البطاقة الصفراء، وهنا عشاق وأنصار نادي دهوك. زاكيري لاعب المحبوب من جماهير دهوك، 6 أهداف الموسم الماضي، 8 أهداف دولية وهدف في شباك المغرب، هدف الدولي الوحيد. بيار أبو بكر مثل ما ذكرت استدعى راضي شنيشل في مباراة أوزبكستان وهي الدولية الوحيدة إلى وسجل بها هدف في شباك أوزبكستان. رمية تماس علاء، ترتد بيار، خطأ لمصلحة نادي دهوك. هدفان ملغيان في شوط المباراة الأول، واحد لدهوك بداعي الخطأ لمسة يد، والثاني لهذا اللاعب اللي أمامنا بالصورة بداعي التسلل لصالح النجم. بيار أبو بكر الدفع اللي كان واضح من دينيس أنتوي، سيامن، زاكيري، خطأ لمصلحة نادي دهوك، خطأ ضد مرتضى اللي عنده بطاقة صفراء بالدقيقة 25، هناك بليفي بالدقيقة 29، زاكيري بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضايع، سيامن عقيل شاهدناه كظهير أيمن. محمد قاسم لم يظهر بمستوى مقنع في شوط المباراة الأول. جماهير النجف تتزين باللون الأزرق. كرة عادت هارون، بيتر غورغيس، هارون مرة أخرى خلص من لاعب حلوة، لا بيتر وخطيرة وإلى حارس المرمى علي كاظم. خطيرة ضاعت على بيتر غورغيس. شوفها بالإعادة، بيتر اللي حاول ولعب الكرة، لاعب متميز في شوط المباراة الأول، وكرة من بين أقدام الشرق البحري يقتنصها الحارس علي كاظم. مرة أخرى الكرة برا الملعب، لا رمية تماس لمصلحة نادي دهوك. هذا هو القائد محمد جاسم، 6 سنوات مع النادي، الموسم الماضي عنده هدف واحد. كرة ملعوبة، بيدية ترتد عالية من مرتضى، مرة أخرى مرتضى يكملها، بيار أبو بكر مقطوعة من كرة إلى حسن، وترتد الكرة إلى ماسيس، شتتها حارس المرمى محمد صالح. زاكيري بالرايس بالفقار، وهناك خطأ لمصلحة نادي النجف. هذا علاء مهاوي، 48 مباراة دولية استدعى راضي شنيشل عام 2016 أمام كوريا الشمالية، وآخر دولية إلى كانت أمام الإمارات عام 21. لعب لأربيل، للجوية، للشرطة، للباطن السعودي، للزوراء، وبدأ مع الكهرباء. تغييرين الآن، دينيس أنتو يترك الملعب، وزاكيري في تشكيلة النجف. دينيس أنتو يترك الملعب، يدخل اللاعب محمد جواد لاعب الطلب، وراح يدخل رقم 80
بشير قوراني بشير قوراني يدخل ومحمد، تغييرين هجوميين ويخرج عندي ايضا كرة في وسط الملعب، زاكيري كرة ملعوبة تبعد من علام هاوي، وكرة مقطوعة. خروج بليبي وخروج دينيس أنتون، تغييرين وهجمة الآن. طالت الكرة محمد لاعب الطلبة اللي سجل 6 أهداف الموسم الماضي، لعب شوط واحد في المباراة الأولى و67 دقيقة في المباراة الثانية بمعدل 112 دقيقة في مباراتين، بينما بشير قوراني لم يلعب إلا 20 دقيقة في المباراة الأولى فقط، صاحب الهدف الوحيد في شباك الشرطة الموسم الماضي. اللاعب التونسي حاول مندي وكرة مقطوعة على ركنية مقطوعة، الكرة إلى مصلحة نادي النجف. هذا دومينيكو مندي سجل في شباك الحدود، والكرخو نوروز ونفط ميسان. علاء روبن أكوا، هارون تنقطع، سريع الكرة قوراني بشير سدد ضعيفة وترتد، ضاغط عليه اللاعب ماسس مرة أخرى، كرة تعود محمد، هاتوا خذ، طالت الكرة مقطوعة من جديد، أقرب لها علاء يلعبها إلى مندي حاول يمر الآن في وسط الملعب، بينية حلوة ولكن مقطوعة من الدفاع، تذهب الكرة من جديد روبن أكوا، وخطأ لمصلحة نادي نهض. بيتر غورغيز خطأ ضد مرتضى مرس، ركلة حرة لمصلحة نادي الهوك، سريعة ملعوبة إلى الجانب، والفقار بيار أبو بكر، تعود الكرة إلى الجانب، سيامندي يسدد وكرة يخلصها علي كاظم قيطان إلى ركني. أول تهديد مباشر في شوط المباراة الثاني للهوك على مرمى النجم، ركنية لمصلحة نادي الهوك. شوفوا بالإعادة تسديدة وببراعة أنقذها علي كاظم قيطان إلى ركني. مسعود وجماهير الدهوك يمنون النفس بتحقيق أول فوز، وأيضا نفس طموح عشاق غزلان البادية النجف. كرة بالرأس، بيتر إلى رمية تماس لمصلحة الهوك، نلعب بدقيقة 57 من عمر المباراة، يتواصل التعادل سلبا. طبعا الحكم
أندر وكرة خالد مشير مشرف فريق دهوك بعد الاحتجاج على إلغاء الهدف. عدي عمران الحكم الرابع. علي هاشم مشرف الفريق، حكم ينبه اللاعبين والإداريين. هذا هو الحكم الرابع عصام فاضل عزيز. المن البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء للمساعد على ما يبدو عدي عمران. رمية تماس الآن، ماسيس على التنفيذ، ماسيس عالية، خروج وكرة خطيرة، جول. الله، خطأ قاتل لحارس المرمى، كاد أن يتسبب بهدف لنادي دهوك، وفرصة ضاعت، ويبدو هناك خطأ لصالح نادي النجف. فرصة ثمينة نتيجة سوء تقدير من حارس المرمى. شوف الكرة، وبالتالي كاد اللاعب الشرقي البحري، ويبدو يبدو 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 أنقذ المرمى جاسم محمد جاسم على خط المرمى، أنقذ مرمى فريقه من إصابة أكيدة. ويبدو الحكم أشار إلى ركنية لمصلحة نادي دهوك. فرصة ثمينة ضاعت لفريق نادي دهوك نتيجة سوء تقدير للحارس علي كاظم قيطان. ركنية الآن، ثاني فرصة لدهوك في شوط المباراة الثاني. تلعب الكرة وترتد مرة أخرى، محاولة بيتر، واو، وكرة خطيرة لعبها ذو الفقار، ارتدت مرة أخرى، محاولة من جديد، وكرة أبعدت، كرة لصالح نادي النجف. محمد جاسم، محمد جواد، ترتد الكرة، هجمة الآن، ويبدو خطأ لصالح نادي دهوك. بدأت المباراة تحلو، بدينا نشوف سرعة أداء، وبطاقة صفراء لماكنزي، بطاقة صفراء لماكنزي. هي الرابعة في المباراة والثانية لماكنزي هذا الموسم بعد البطاقة الأولى في المباراة الأولى أمام النصر. هذه الفرصة الثانية اللي ضاعت على فريق نادي دهوك. أحمد ماكنزي أمامنا بالصورة، بطاقة الصفراء الرابعة في ملعب المباراة. ضغط واضح من لاعبي دهوك. بيتر جورجيس على التنفيذ، ركلة حرة من مكان خطير لنادي دهوك. بيتر جورجيس على التنفيذ، حكم فضل اشتباك، ينبه اللاعبين. كرة ترتطم بالجدار إلى ركنية لمصلحة نادي دهوك. ضغط واضح متتالي للاعبي دهوك، تراجع للاعبي نادي النجف. بيتر من جديد، ركنية لمصلحة نادي دهوك. أربعة مقابل 3 الركنيات. بطاقة صفراء لحسن داخل. ركنية لمصلحة نادي دهوك. وكرة بالرأس يبعدها حسن إلى رمية تماس لمصلحة نادي دهوك. ذكرت في شوط المباراة الأول وقلت أن هناك 7 أندية لم تهزم
اللي هي جوية الشرطة الزوراء، نفط ميسان، زاخو، النفط الكهرباء، وستة أندية لم تذق طعم الفوز اللي هي النجف ودهوك وديالى ونوروز والحدود وكربلاء. كرة ملعوبة بالرأس مقطوعة، مندي توغل سريع، مندي لعبها إلى البشير قصيرة وترتد. كرة لصالح نادي دهوك، يبقى التعادل قائم سلبا ما بين الفريقين، دهوك ومضيفة نادي النجف. نلعب الدقيقة 63 من عمر المباراة. بداية حلوة سريعة في شوط المباراة الثاني، دهوك أفضل لحد الآن. محاولة مقطوعة، ماكنزي، حسن، ترتد من ماسيس، تلعب وسط الملعب، بيتر، روبن، سيامند إلى موسيس، هارون، زاكيري، روبن، هارون، وخطأ لمصلحة نادي دهوك. خطأ بالسلامة لهارون لاعب نادي الدار كود السويدي، شارك في مباراتين سابقتين 180 دقيقة بالتمام خاض، وفي كماشة من مندي وحسن داخل. ركلة حرة مباشرة لدهوك، هل هناك بطاقة صفراء المن؟ يبدو لمندي، يبدو بطاقة صفراء لمندي، مندي لأن حسن داخل عنده بطاقة صفراء لمندي. 6 بطاقات صفراء في ملعب المباراة، 5 للنجف، 1 لدهوك، وراح يدخل جيلبرت كومسون اللاعب الغاني القادم من أربيل من هابيل. هذا لاعب احترف في الدوري الصهيوني، مثل كل الفئات العمرية، شارك في 59 دقيقة في المباراة الأولى و60 دقيقة بالمباراة الثانية، 159 دقيقة لهذا اللاعب جيلبرت كومسون اللي راح يدخل. العشاق والأنصار يتابعون والكل ينتظر هارون ما زال يتلقى العلاج، وتغيير في تشكيلة فريق دهوك بدخول جيلبرت كومسون. عشاق وأنصار غزلان البادية يؤازرون ويبحثون عن الفوز الأول مع فريقهم، ومثل ما ذكرت غني شهد في المرحلة الثانية وصل بالفريق إلى المركز الثالث، وأوصل بالنهاية إلى المركز الرابع بعد أن كان بالمرحلة الأولى تحت قيادة المدرب حمزة الجمل بالمركز الخامس. أجرى تغييرات عديدة في تشكيلة الفريق وحقق نتائج إيجابية. ركلة حرة لمصلحة دهوك، بيار أبو بكر على التنفيذ، بيار عالية الكرة، وكرة إلى حارس المرمى علي كاظم. يبدو ذو الفقار ترك الملعب ودخل جيلبرت كومسون. محاولة مرة أخرى وسط الملعب، تلعب الكرة بالمنتصف إلى حسن داخل، حسن علام هاوي، رمية تماس للنجف، تبرت لدهوك الآن، بيار أبو بكر، هذا هو جيلبرت
اللاعب الغاني 30 عام. ماسيس سريع على سيامن، عرضية ملعوبة، كرة خطيرة، الشرق البحري، جول جول، يخطف كرة من بين المدافعين ويلعبها بيساره إلى داخل الشباك ويحرز أول أهداف المباراة لصالح نادي إدهوك. كرة جميلة 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 تلعب عرضية، وبالتالي يستغلها الشرق البحري ويسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 67 من عمر المباراة. الشرق البحري يسجل الهدف الأول في المباراة ويسجل أول أهداف المباراة وأول أهداف إدهوك هذا الموسم. عجز إدهوك في مباراتين من التسجيل واليوم يسجل أول أهدافه. شوف الكرة تمرد عرضية، شوف انطلق من بين المدافعين ولعبها بيساره، تمر، شوف 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 لعبها بيمينه أو بيساره، فعلا بيساره، وعانقت الشباك وأحرز من خلالها هدف التقدم الأول لنادي إدهوك. 1 إدهوك لا شيء نادي النجف. هل تبقى النتيجة كما هي؟ في لقاءاتهم الأخيرة لم تنتهي أي مباراة إلا ب1-0. وعلى ذكر 1-0، الموسم الماضي 72 مباراة انتهت بال1-0 وهو أكبر نتيجة حدثت. واليوم هذه النتيجة، يعني احنا عندنا لحد الآن 7 نتائج خرجت بال1-0، وهذه النتيجة لحد الآن الثامنة هذا الموسم بال1-0. 1 إدهوك لا شيء النجف. كرة اللعب، أعتقد هذا الهدف راح ينطي حافز للفريقين. النجف من أجل إدراك التعادل وتحقيق الفوز، وإدهوك من أجل المحافظة على الفوز وتسجيل هدف أمان واطمئنان. إذا ممكن نشوف دقائق حلوة إذا ما شفنا بطاقة حمراء، لأنه كثرة الإنذارات وبالأخص على لاعبين نجف. 5 لاعبين حظيوا ببطاقات صفراء مقابل 1 للاعب زاكيري لاعب نادي إدهوك. هذا حسن داخل، دخول من زاكيري اللي عنده بطاقة صفراء. كرة اللعب، ماسيس تلعب الكرة، بيتر، روبن أكوا، زاكيري ممكن يسدد، حلوة ملعوبة، يا سلام بيتر، حركة لعب جميلة، ومرة أخرى تعود الكرة إلى جيلبرت وإلى حارس المرمى علي كاظم. هذا هو جيلبرت الغاني، جيلبرت كومسن، يلعب الكرة طويلة. 20 دقيقة تفصلنا عن النهاية. هل يفلح النجف بالتعادل أم سيكون هناك كلام آخر للاعبي إدهوك؟ علام هاوي إلى حارس المرمى علي كاظم، علي فائز، حسن، علي فائز، ماكنزي، تلعب مرة أخرى لا ماكنزي، طالت على مرتضى مرس إلى رمية تماس. سيامان دعقيد، يونس حمود يدخل ويخرج مرتضى، تغيير ثالث للنجف، يخرج مرتضى ويدخل يونس حمود اللي جدد 4 أهداف في الموسم الماضي، الميناء وأربيل، وهدفين في شباك نفط الوسط. لم يشارك في المباراة الأولى لكن زج بالدقيقة وشارك في المباراة الثانية 23 دقيقة. محمد يلعب الكرة إلى محمد جواد، ومحمد جواد يحاول، كرة مقطوعة، محمد وإلى خارج الملعب إلى رمية.
جيلبرت أبعد الكرة، محمد قاسم، علام هاوي، قصيرة ومقطوعة، جيلبرت يبعدها، خطأ لمصلحة نادي دهوك. بدأوا شوية يعني لاعبي نادي النجف يفقدون أعصابهم، يلعبون يعني تحت الضغط الآن على ملعبهم أمام جماهيرهم، يحتاج لهم هدوء، كل ما يكون هدوء كل ما يكون تركيز أفضل. ركلة حرة لمصلحة نادي دهوك. عشر مقابل 8 الأخطاء. جيلبرت وسط الملعب، هارون، روبن، بيار، بينية ملعوبة الكرة، الشرقي، بيتر، الشرقي، لا طايشة برا الملعب، لا ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. طبعا نادي دهوك 22 موسم إلى في دوري الكبار، أولها 88 89 شارك في دوري المجاميع ولم يتأهل، وأول مشاركة رسمية إلى موسم 98 99 حل ثامن، كان بطل الدوري موسم 2009 2010 بقيادة باسم قاسم. كرة ملعوبة لا ركنية، هبط موسم 2015 16 وعاد موسم 22 23. فريق دهوك الموسم الماضي تقدم في 22 مباراة، فاز في 15، تعادل في 7 وخسر مباراة واحدة أمام الطلبة، عندما تقدم بهدف عن طريق زاكيري بالدقيقة 14 وخسر 3 أهداف عن طريق زيد تحسين ومحمد جواد. يعني كل ما يتقدم في 22 مباراة كل ما يتقدم حقق الفوز في 15 وتعادل في 6 وخسر في مباراة واحدة. مرة أخرى الكرة ملعوبة، بيتر، بينية حلوة، علي أقرب للكرة إلى محمد جاسم، محمد إلى علام هاوي، علاء محمد، محمد يلعبها بالمنتصف إلى حسن داخل، حسن، محمد جاسم، سريع الكرة، بدأ يلعب بثلاث مهاجمين غني شهد اللي هم البشير قوراني ومحمد جواد وحسن حمود أو يونس أحمد. بشير قوراني، طرد قلت راح تحمر، طرد لمكنزي، البطاقة الصفراء الثانية وثالث مباراة على التوالي يشهر من خلالها حكم المباراة الحكم الدولي زيد ثامر البطاقة الحمراء، وهذه البطاقة الحمراء الثامنة في دورينا هذا الموسم، 23 مواجهة جمعت الفريقين، 10 للنجف 8 لدهوك، 5 بالتعادل، سجل النجف 26 هدف ودهوك 22، وخاضوا في الكأس مباراتين فاز بها النجف 1-0 و2-0. هذه المواجهة بالدوري رقم 24، أول مواجهة جمعتهم موسم 98 99 0-0 ذهابا، 3-0 إيابا، ماجد عباس، علي هاشم، صالح شوفان من ركلة جزاء، وآخر مواجهة كانت في البلاي أوف 1-0 سجل ذو الفقار. إذن الآن يحتج هو عنده بطاقة صفراء، يعني اللاعب دائما الذكاء الميداني مطلوب للاعب، يعني دائما الذكاء الميداني مطلوب للاعب. عموما بطاقة حمراء لمكنزي، عنده بطاقة صفراء كانت أولى بالدقيقة 60، عنده بطاقة صفراء، وهذه البطاقة الصفراء الثانية. وحكم المباراة طرد ناثانيل لاعب ديالا أمام أربيل، وطرد محمد قاسم نصيف لاعب القوة الجوية أمام المينا.
نشوف الآن هل يعود للفار. في كل مباراة عنده بطاقة حمراء، لم يحدث لأي من الحكام، وإحنا عندنا 7 بطاقات، ولا أعلم إذا كان هناك بطاقة صفراء في مباراة النفط ونفط ميسان، لكن هذه البطاقة تعد الثامنة، وإن كانت هناك مباراة فهذه التاسعة. إذن حكم المباراة ماذا يقرر؟ إذن ماكنزي برا الملعب بعد نيل البطاقة الصفراء الثانية. أنا قلت إذا ما احمرت، لأن 5 إنذارات على لاعبي النجف، وهذا شوف هذا أيضا سحب واضح، وأنت عندك بطاقة صفراء، يعني المفروض تهدى، المفروض تنتبه، فريقك متأخر، المفروض تهدى تنتبه، ما ترتكب خطأ ما له مبرر. ماسس، كرة وسط الملعب، هارون، زاكيري، بيار، زاكيري، روبن، زاكيري. هل سيستغل نادي دهوك النقص العددي؟ ماسس، بيتر غورغيس أفضل لاعب في تقديري في المباراة. حلوة إلى سيامن، طويلة لكن أقرب لها المدافع محمد جاسم، يعيدها إلى علي. الآن هل يجري تغيير؟ هل يعيد لاعب إلى مركز الظهير؟ عنده تغييرين. غني، كرة بينية حلوة ملعوبة، تنقطع من موسيس وسط الملعب. بيتر غورغيس من الجهة البعيدة، بيتر إلى حارس المرمى محمد صالح. مرة أخرى وسط الملعب، حسن داخل، زاكيري يقطع الكرة، زاكيري يحاول 4 ضد 4، حلوة ملعوبة إلى بيتر غورغيس، ممكن يسدد، والكرة برا الملعب إلى ركلة مرمى، حلوة من بيتر، يسارية جميلة. وأنا شخصيا أقول إنه أفضل لاعب في المباراة اليوم. ركلة مرمى تلعب، جيلبرت، هارون، جيلبرت مرة أخرى، هارون من جديد، روبن، يتعدى مندي، كرة إلى بيتر، سيامند، ومقطوعة، الشرقي يحاول، الشرقي، ومرت بمحاذاة المرمى محمد قاسم، محمد يموه، يخلص على مهاوي، يلعب الكرة طويلة على يونس، تنقطع من موسيس، روبن إلى بيتر، هارون، مرة أخرى إلى بيار أبو بكر، بيار عمور، بيار ممكن يسدد من بعيد، وحلوة إلى حارس المرمى علي كاظم، كان في نقطة الوسط، زميله علي كاظم الآخر غادر الموسم الماضي إلى زاقو، كان واحد من أفضل الحراس. خطأ الآن لمصلحة نادي النجف، محمد جواد، محمد صالح حارس مرمى توك مستريح في شوط المباراة الثاني، لم يخطر النجف مرمى، وواضح الحيرة على كل الوجوه، سواء كان مدرب، جماهير. محمد يلعبها، وبقبضة يد محمد صالح تعود مرة أخرى الكرة إلى رمية تماس، مندي، ضرب كان هناك. حكم المباراة أقل من 9 دقائق على الوقت الرسمي، نشوف قرار الحكم، نشوف الحالة، هل كان اكو ضرب لمحمد جواد من حارس المرمى؟ بالسلامة إن شاء الله.
لمحمد جواد لاعب نادي الطلبة، سجل 6 أهداف الموسم الماضي في شباك دهوك من ركلة جزاء والقاسم والحدود والنفط والكهرباء. نهض الآن رمية تماس، نهض محمد. يلا يعني انتم بالنسبه لكم يعني فريق متاخر، هذا يعني ينطي حافز للفريق الاخر ان يستريح ويكون افضل، هذا الوقت يخدم الفريق المنافس، بالتالي الفريق المتاخر ما يلجا لهيك امور ياخر الوقت. شوف الحاله والحارس بقبضه ايده، هل كان هناك ضرب؟ هذا يقدر حكم اللقاء. ركله مرمى لمصلحه نادي دهوك. دقائق صعبة على الفريقين، فريق يكافح من أجل 3 نقاط والآخر يكافح من أجل النقطة بدلا من هزيمة على أرضه وأمام عشاقه. يبقى الفوز لحد الآن عصي على النجف، والآن دهوك المتقدم، ومثل ما ذكرت في 22 مباراة تقدم دهوك، استطاع أن يخرج ب 15 مباراة متعادل، تعادل في 6 وخسر مرة واحدة عندما تقدم أمام الطلبة. كرة عادت بيتر جورجيز تلعب إلى شرقي، وبرافو علي فائز، قطع الكرة يلعبها إلمان إلى البشير غوراني بالخطأ، تعود من جديد محاولة من سيامن وإلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النجم. هذا هو سيامن عقيد يلعب اليوم مباراة كاملة. كرة من محمد، علي فائز، مندي، ماندي مور، علي فائز. طبعا الان النجف يلعب ب3 مدافعين بعد طرد مكنسي. محمد حلوه بينيه ولكن طالت على يونس برا الملعب الى ركله مرمى. توجيهات من مسعود ميرال. اول فوز يحقق دهوك اذا ما استمر على تقدمه، وتتوالى لنا اللقطات الجميله على محافظتنا العزيزه النجف الاشرف. مناظر جميله، نسأل الله عز وجل أن يعم بالأمن والسلام على كل محافظات بلدنا الحبيب العربي. ماسيس روبن، بيتر، روبن مرة أخرى، ديار، جيلبرت، كرة عادت، علاء يشتتها، تنقطع من موسيس إلى روبن، ديار أبو بكر إلى هارون إلى موسيس، زاكيري بالرأس من بيار إلى زاكيري، بيتر، زاكيري، بيتر، زاكيري، طويلة طالت إلى حارس المرمى علي كاظم. 4 دقائق على الوقت الرسمي، والتقدم أصفر لدهوك بهدف اللاعب الشرقي البحري بالدقيقة 67 من عمر المباراة. سيامند، روبن، مندي، محمد قاسم، بشير غوراني، بشير بالرأس مقطوعة من ماسيس، جيلبرت دائما عائد إلى الخلف، جيلبرت يسند المدافع. مرة أخرى لا جيلبرت، موسيس،
هارون، جيلبرت، زاكيري يحاولون يحتفظون بالكرة أكثر من اللازم ونقل الكرة حتى يقتلون وقت. هم بحاجة ماسة ل3 نقاط وتحقيق أول فوز لهم هذا الموسم بلا نقاط هوك، ونقطتين لفريق نادي النجف. يحاولون يقتلون وقت، شوف بنقل الكرة والاحتفاظ بالكرة إلى بيار أبو بكر. هارون، خطأ لمصلحة نادي دهوك. محمد صالح يدخل وزيدان عبد الجبار أيضا آخر تغييرين لفريق النجف، خروج مندي وحسن داخل، أبعد 2 من الوسط وزج ب2 بالوسط. وسيامند عقيد راح يترك الملعب ويدخل زانا علي. زانا علي من مواليد دهوك، جنسيته فرنسية، لاعب رواء الفرنسي، لاعب روبن أيضا يدخل. إذا تغيير لنادي دهوك، وأبعد مندي خوفا من الطرد، عنده بطاقة صفراء أيضا، وهذا سوء سلوك يعني. عموما هو صاحب القرار الأول والأخير، حكم اللقاء. 1.5 دقيقة على الوقت الرسمي. علام هاوي، كرة مقطوعة، ماسيس، زيدان عبد الجبار، اللاعب اللي لعب لأربيل سجل في شباك الشرطة، ولعب للشرطة سجل في شباك أربيل. الموسم الماضي سجل هدفين في شباك الشرطة وأربيل، شرطة وجو. لعب الموسم الماضي لفريقين، وكرة إلى حارس المرمى. مثل الأولمبي، لعب شوط أول في المباراة الأولى و5 دقائق في المباراة الثانية. مع الشرطة سجل في شباك أربيل ونوروز، مع أربيل سجل في شباك الشرطة والجو. خطأ الآن، كرة اللعب، ماسيس، بيتر، زاكيري، خطأ لمصلحة نادي دهوك. يبدو مندي باقي في ملعب المباراة، مندي باقي في ملعب المباراة لم يخرج. 6 دقائق يضيف حكم المباراة وقت محتسب بدل من ضايع. 6 دقائق أضاف الحكم. يبدو جوراني، بشير جوراني ترك الملعب، اللي دخل بديل وخرج. الآن الحكم يعني مندي عنده بطاقة صفراء، عليه أن يهدأ، وموسيس دائما متعصب اللاعب البرازيلي. هدف في شباك نفط ميسان الموسم الماضي، وبطاقة صفراء لموسيس. من بطاقات صفراء، والحكم في المباراة الأولى أشهر 9 أربيل ديالا، وفي مباراة الجوية والميناء أشهر 11، وفي كل مباراة أشهر من المباريات الثلاثة بطاقة حمراء. اليوم لحد الآن وصلنا إلى الرقم 8 بالبطاقات الصفراء. ركلة حرة الآن. شوف حكم المباراة أن يمر بسلام وأمان إلى الدقائق الأخرى، وأيضا بطاقة هي التاسعة في المباراة لمحمد قاسم. تسع بطاقات، وكرة ملعوبة الآن، خطرة، الشرقي يحاول، الشرقي
وبالعارضة والقائم، ملتقى العارضة بالقائم، وفرصة ثمينة تضيع على فريق دهوك، كان ممكن أن يسجل منها الهدف الثاني أمام حسرة هذا اللاعب المغربي الشرقي البحري. كرة مقطوعة تعود من جديد، خطأ لمصلحة نادي النجف. قلت فعالية النجف في شوط المباراة الثاني، وبعد تأخره يعني وطرد اللاعب ماكنزي. شوف هذه الفرصة، لاحت لعبها من بين المدافعين بالتقاء القائم بالعارضة، ضاعت الكرة وترتد، وضاعت معها فرصة هدف ثاني. كرة تشتت، الشرقي زيدان وسط الملعب إلى محمد صالح، يلعبها طويلة ترتد، علاء مهاوي، محمد، وإلى حارس المرمى محمد صالح. دقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. عشاق وأنصار دهوك يبتهجون بهذا الفوز الأول. افتتاح الموسم كان على ملعب دهوك اللي انتقل لإدامة. دهوك لن يلعب على ملعبه ممكن بعد التوقف، سنتوقف حتى 24 من الشهر الحالي. سننتظر المواجهتين المهمتين لمنتخبنا الوطني في تصفيات مونديال كأس العالم 2026، أمريكا وكندا والمكسيك. قلوبنا مع الأسود. قد يستفاد كل المدربين من هذا التوقف لتصحيح الأخطاء وإكمال الإعداد. علي فائز، علي يلعب كرة بالرأس مقطوعة، محاولة من جديد، كرة خطيرة داخل منطقة الزاوية، خطرة ويخلصها المدافع، دخول كان رائع، لكن كرة مقطوعة. هجمة عكسية الآن، هجمة عكسية لفريق دهوك، محاولة الآن 3 ضد 3، خطرة روبن أكوا، حرام عليك، كرة سهلة ضعيفة، وينقذ مرمى النجف من كرة خطيرة، عادت إلى روبن. مرة أخرى فرصة ثمينة، خطرة وأبعدها محمد جاسم. حكم المباراة أوقف مباراة، حالة لا نتمناها في ملاعبنا. زاكيري بالسلامة. نلعب بالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. والحكم أوقف المباراة. ناظر روبن أكوا لإضاع فرصة ثمينة، سيفلح غزلان البادية بإدراك التعادل بالوقت القاتل. كرة طالت إلى زيدان يحاول مرة أخرى، تشتت من دفاعات نادي دهوك مرة أخرى. كرة إلى خارج ملعب إلى رمية تماس. محمد جواد يشكو من إصابة. 6 دقائق انتهت وراح نشوف وقت إضافي للوقت البدل من ضايع. رمية تماس الآن، محمد جواد. دخلنا الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل من ضايع. هذا هو صاحب الهدف الوحيد الشرقي البحري، اللاعب المغربي. هذه الفرصة والحالة اللي تعرض لها محمد جواد بالسلامة إن شاء الله. روبن أكوا أيضا. باتشينغ يدخل، عبد الله يدخل، آدو حزير أيضا يدخل
زيادة الكثافة العددية في منطقة الدفاع، كل لاعبي دهوك متراجعين للحفاظ على النتيجة. محمد وإلى خارج الملعب. روبن أقوى والشرقي البحري تركوا الملعب. باشينج اللي لعب 3 مباريات دولية استدعاه كاساس أمام كولومبيا، وآخر مباراة إلى أمام فيتنام عام الماضي. وآكو حزير اللاعب القادم من الدوري الكردستاني الموسم الماضي، هدفين في شباك نفط البصرة والميناء، لعب 48 دقيقة فقط شوط أول في المباراة الأولى و3 دقائق في المباراة الثانية. كرة ملعوبة، دخلنا الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضايع. زاكيري، كرة لزانا علي، زانا اكو حزير، اكو حزير، حاول يقتل الوقت بذكاء، يلعبها عرضية. باشي الى خارج ملعب لركلة مرمى لمصلحتنا. واياكم ننتظر صافرة حكم اللقاء الدولي زيد ثامر تعلن لنهاية احداث هذه المواجهة بين النجف وضيف دهوك، والان النجف يتاخر بهدف امام دهوك. كرة أبعدت إلى خارج ملعب، رمية تماس. رمية تماس لصالح نادي دهوك. دخلنا الدقيقة 9. مندي مرة أخرى عالية، كرة خطرة، هذه خطرة وحارس المرمى ما سيطر عليها وتبعد إلى ركنية لمصلحة نادي النجف. بدأ النجف يضغط في محاولة لإدراك التعادل ب10 لاعبين منذ الدقيقة 75 بعد طرد أحمد مكنزي. زيدان عبد الجبار لعب لكربلاء وللشرطة وأربيل. زيدان يلعب الكرة تبعد من الدفاعات، وصافرة حكم اللقاء السيد زيد ثامر تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بفوز دهوك على النجف بهدف وحيد سجله الشرقي البحري في الدقيقة 67 من عمر المباراة. أول فوز لدهوك بعد خسارتين وللمرة الثالثة على التوالي. يعجز نادي النجف من تحقيق الفوز بعد تعادلين وهزيمة. إذا دهوك يرفع رصيده إلى 4 نقاط وإلى 3 نقاط، والنجف يبقى بنقطتين. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.